السلام عليكم يا جماعه. معلش بس يعني انا كنت عايزه اسال تساؤل كده هوت يعني واجعني. هو احنا مغناطيس؟ هو انا مغناطيس مثلا؟ انا مغناطيس؟ معلش بقى انا هنعتذر عن بعض الالفاظ القادمه. هو انا مغناطيس للناس اللي هي ايه؟ الناس يعني الناس النص كم، الناس الضايعه، الناس الزباله عموما في الحياه، يعني فاهم ازاي؟ يعني هل الواحد مغناطيس؟ وانا اكتشفت ان انا مش لوحدي في الحقيقه، يعني احنا مجموعه كبيره باي ذا واي، وهنعمل كلنا ان شاء الله كده قاعده نقعد كلنا نبكي على اللبن المسكوب. بس هو عموما هل الواحد مغناطيس؟ فاهم ازاي؟ ولا هم انتشروا بزياده؟ فاهم يعني؟ لانه في مشكله مروه، في مشكله تمام. وبعدين الواحد بدا يشك في نفسه، لانه ما بالمنظر دوت، ما اكيد انت كمان فيك مشكله، وانت طبيعي فيك مشكله، انت مليان مشاكل، بلاش نتكلم في الموضوع. فاهم ازاي؟ بس هم عندهم مشاكل في نفوخهم ضايعه، يعني فاهم ازاي؟ يعني انا مال انت مش عارف، انت مش حاسس، انت مش شايف، انت مش عارف انت مين، انت مش عارف انت رايح فين، انت مش عارف اصلا انت جاي هنا ليه يا حبيبي. طب انا سعيده انك سالت السؤال ده. طب وبعدين ما احنا كده مش هينفع، يعني الحياه كده مش هتنفع. دي لا علاقه صحيه، لا علاقه صداقه، ولا علاقه حب، ولا علاقه اي نيله في اي زفت خالص. الموضوع متدمر، فاهم ازاي؟ وانت مش عارف. وبعدين بقى المشكله ايه بقى؟ انا عندي ازمه بقى، ازمه بالذات مع الجانب الانثوي، الستات تمام. احنا عندنا قدره فظيعه. هو عموما البني ادمين عموما بيتبعوا النهج بتاع الفنانه الكبيره الديفا اللي بتجري ورايا في كل فيديوهاتي، الفنانه سميره سعيد. مش هتنزل عنك ابدا مهما يكون. احنا الموضوع ده بقى لبسنا في الحيطه. ليه؟ اتنازل. ما اصل انت لو ما اتنزلتش هتبقى كده انت بتتنازل عن عمرك، لانه عمر ضايع بقى. هما بياخدوا بقى مساحه من وقتنا، مساحه بقى من وقتنا وتفكيرنا ومجهودنا، فاهم؟ مجهود عصبي ونفسي وبدني، يعني احنا بنتبهدل، يعني فاهم ازاي؟ الواحد طلع له شعر ابيض هيصبغ تاني، وده الصبغه دي بفلوس، مش طالعه كده ببلاش، فاهم ازاي؟ فالموضوع صعب جدا، فما ينفعش نفضل كده. وبعدين بقى ايه الجانب الانثوي بقى؟ الستات اللي هو انا منهم، يعني اعتقد، يعني ما اعرفش، محسوبين على بعض. المهم الفكره بقى ان الستات احنا عندنا في حاجه كده غريبه جدا في الموضوع، اللي هو ايه؟ اللي هي فكره انا هنقذه بقى، سيبهولي انا هنقذه. فاهم ازاي؟ تحس انها ايه؟ شغاله لايف جارد في البحر الاحمر المتوسط، اللي هو حاجه دمجت ما بين الاثنين، اللي هو مش ممكن، ما بتمشيش كده. انا هنقذه بقى، سيبهولي. لو هو ضايع انا هنقذه، انا هخليه يحبني، انا هخليه يهتم، انا هخليه صديق كويس، انا هخليه مش عارف ايه. يا ماما لا، ما تنقذيه. طب انقذي نفسك الاول، ما فاهمه ازاي؟ وبعدين انت مش امه الوحيده اللي هي ايه؟ حملته في بطنها 9 اشهر، فمن حقها انها تستحمله بقى ايا كان. يعني هو يعني خلاص، معلش لا مؤاخذه في اللفظ، شالت خرا، فالموضوع منتهي، يعني فاهم؟ فخلاص هي تقبلت منه اي حاجه، فهتقدر تكمل معاه، لكن انت مش امه، فاهمه ازاي؟ فالموضوع منتهي. فليه تنقذيه؟ انا ليه انقذه؟ فاهم ازاي؟ انا ما بنقذه، انا عايزه انقذ نفسي، انا مش قادره اعيش، يعني فاهم ازاي؟ فانا كل اللي توصلت له دلوقتي، يا اما الواحد فعلا يتوفروا لهم الكله، يا اما فاحنا يا اما نخلص منهم، يا اما الواحد. انا بفكر حاليا برسم خطط كده مختلفه حوالين ان انا مثلا ايه؟ اهاجر نيروبي، اهاجر جيبوتي، يعني حاجه فيها اوتي، يعني حاجه فيها كده، حاجه لطيفه، حاجه لذيذه، فاهم ازاي؟ تخلصنا بقى من الحياه اللي هي دي، لانه اكيد انا لما هبقى عايشه في جيبوتي اعتقد ان انا اهتماماتي هتبقى مختلفه، اعتقد يعني اكاد، يعني انا مش متاكد بس حاسس، يعني فاهم ازاي؟ انه اكيد اهتماماتي هتبقى مختلفه في حته زي جيبوتي. وبعدين يعملوا لك بيلبورد كبير ويقول لك حلاوه الدنيا، وحاطين عليها ظفر العابدين وهند صبري. ما لازم حلاوه الدنيا، ما لما دول مش هيعيشوا حلاوه الدنيا، احنا اللي هنعيشها. احنا عايشين اهو، قرف الدنيا كله احنا خدناه، وهم خدوا حلاوه الدنيا بجمالهم وحلاوتهم دي وكده، والبيلبورد الملونه الجميله اللي هم فيها دي. فالواحد تعب برده، فاهم ازاي؟ وبعدين بقى بيخرج عن مشاعره كتير، زي ما واضح في الفيديو، يعني الموضوع مش سر يعني على البعض، يعني فاهم ازاي؟ فالموضوع بقى صعب بقى. فاحنا عايزين نعرف بقى، انا جاي هنا، انا جايه بقى ومش طالعه من هنا، غير طالعه منين ما اعرفش، بس انا جايه هنا عشان افهم هل واحد مغناطيس؟ ولو هو مغناطيس نعمل ايه؟ يا ريت بقى اي حد بتاع فيزياء، ولا اي حد بتاع كيمياء، ولا اي حد من شاف فيلم الكيف، يعني يفهمنا نعمل ايه، يعني عشان ايه؟ احنا جاي الواحد صعب، يعني مش ممكن. طلعتونا عن شعورنا. هي جيبوتي، والله جيبوتي هي الحل، جيبوتي او نيروبي او جزر القمر.